ازاي تتعلم تركي ببلاش من غير ولا مليم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلي وحبايبي والمجتمع والناس، ازيكم عاملين ايه؟ ممكن تعملي بقى حفظ كده للفيديو ده عشان ده اظن هيبقى اهم فيديو في السلسله، وهو فيديو ازاي تتعلم تركي. احنا قلنا في كل الفيديوهات اللي فاتت انه شيء اساسي، طالما بتفكر تيجي تركيا يبقى لازم تتعلم تركي. تتعلم بقى وانت في مصر ولا هتتعلم لما تيجي هنا، دي حاجه ترجع لك، لكن في كل الاحوال انت هتتعلم تركي. ففي الفيديو ده انا هحاول الخص او يعني اقول من وجهه نظري اللي عايز يتعلم تركي يعمل ايه. فاول حاجه، في موقع اسمه موقع يونس امرا. موقع يونس امرا هنزل لكم الرابط بتاعه في وصف الفيديو. الموقع ده هو موقع عاملاه الحكومه التركيه علشان اي حد عايز يتعلم تركي يدخل الموقع ده ويتعلم عليه. موقع هتتعلم عليه ببلاش من غير ولا مليم. هتفتح تلاقي الكتاب وفيه المحتوى بتاعه مرئي ومسموع، وتقدر تتعلم عليه خطوه بخطوه وتمشي كده لحد ما تخلص التركي كله. دي اول نقطه. رقم اتنين، في بقى كتاب او منهج لتعليم اللغه التركيه. في عندنا منهجين، اشهر كتابين يعني واشهر منهجين: كتاب اسطنبول وكتاب الهيتيت. كتاب الهيتيت انا شفت منه نسخه عربي، يعني مكتوب فيه بالعربي وبالتركي مترجم يعني. فكتاب الهيتيت ده 3 مستويات بس، واحد اتنين تلاتة، وهو يعتبر كتاب اصعب شويه من كتاب اسطنبول. انا درست بكتاب اسطنبول فهتكلم عنه اكتر، فيعني لو حد سالني انا كمحمود انا هقول له طبعا كتاب اسطنبول لان ده الكتاب اللي انا درست عليه. لكن كتاب الهيتيت انا بقول الميزه اللي انا شفتها انه في منه نسخ اترجمت عربي، فتقدر انت لو عايز تبتدي ويعني خايف تفتح كتاب بلغه تانية من الاول، فممكن تبتدي بكتاب الهيتيت عشان ايه؟ فيه عربي. كتاب الهيتيت موجود على النت، تقدر تحمله ال3 كتب تحملهم وتشتغل عليهم وكل حاجه. كتاب اسطنبول بقى ده كتاب 5 مستويات بنفس الترتيب المعروف في تعليم اللغات يعني: A1 A2 B1 B2 C1. برضو الكتب موجودة على النت تقدر تنزلها، هنزلها لكم في وصف الفيديو. تابع الفيديو ده عشان بقول لك مهم. هتلاقي في الوصف رابط تحميل الكتب. الكتاب هتنزله هتمشي معاه خطوة بخطوة تقدر تخلص وتتعلم. في الطبيعي يعني ان المستوى في كتاب اسطنبول المستوى بياخد معاك شهر ونص شهرين بالكتير. فانت لو تقدر تتعلم كده كل من شويه من الكتاب، بحيث ان انت خلال شهر ونص او شهرين تكون خلصت الكتاب ودخلت على الكتاب اللي بعده، فانت كده تبقى كويس جدا وماشي صح، وهتقدر تتعلم تركي بسهوله. حاجه مهمه جدا وانت بتتعلم في الكتاب انك لازم تستخدم ال4 مهارات، يعني تكتب وتقرا وتسمع وتتكلم. فتقرا وتسمع اظن ده هتلاقيه على النت. طيب اللي هيقول لي بقى طب اكتب ازاي؟ فببساطه انت ممكن تكتب القطع اللي موجوده، يعني قطعه بتتكلم عن حاجه معينه، او انت تكتب على النت مثلا اكتب رساله الى صديقك التركي تدعوه فيه الى مصر، اللي هو اللي احنا اتعلمناه في الانجليزي ده. فانت هتكتب برضو كده بالتركي وتنزل القطعه وتشوفها بتكتب ازاي وتقلدها، وتغير الاسامي بس، يعني غير بس كل الحاجات اللي فيها مسميات، لكن نفس الكلام اكتبه هو، يعني مش لازم ان حد يصحح لك يعني. هي بس في موضوع الكلام ده شويه هتحتاج ان حد يسمع منك، لكن في ابلكيشنات برضو محادثه، وانت تخش تتعرف على اتراك عايزين يتعلموا عربي او عايزين يتعلموا انجليزي، وتخش انت تتكلم معاهم بالعربي او بالانجليزي وهم يكلموك بالتركي، وهكذا، فتبقى عليت من مهاره المحادثه. رقم 3 بقى، المسلسلات والافلام التركي. احنا ما شاء الله يعني في الوطن العربي عاملين كميه ترجمات للمحتوى التركي غير طبيعي. فاللي عايز يتعلم انا بنصحه جدا ان هو يشوف المسلسلات التركي اللي موجوده، تابع مسلسل فيهم يكون فيه منه ترجمه عربي، مش هقول لك ترجمه تركي، يعني في طبعا بيبقى فيه مترجم بالتركي وده احسن ان انت تتفرج على حاجه تركي وترجمتها بالتركي، لكن برضو ممكن في الاول تقرا ترجمتها بالعربي. مفيش حد اهبل يجي يقول لي هتتفرج عليه مدبلج مفيش كده. تتفرج عليه بالتركي وترجمه بالعربي في الاول، وبعد كده تنتقل للترجمه التركي، وبعد كده انت لما هتلاقي مستواك اتحسن ممكن تشيل الترجمه خالص وتتفرج على المسلسل زي ما هو. فتقدروا تلاقوا طبعا آلاف المسلسلات، يعني موضوع كبير قوي، يعني ممكن تجيب من الأول خالص، تجيب مهند ونور مهند وتجيبه مترجم وتتفرج عليه وتقرا الترجمة العربي. إيه آخر حاجة بقى اللي أنا بقوله ده، ممكن الناس تقدر تعمله وناس ما تقدرش تعمله علشان الاختلافات بتاعة إنه الموضوع محتاج إرادة إن أنت هتذاكر لوحدك وكده. ففي كل الأحوال ذاكر لوحدك، ابتدي الأول مش هتدفع ولا مليم. والله أنت شخص كويس وعندك إرادة وقدرت تمشي وتتعلم، يبقى